5 جمل معناهم مختلف عند المصريين. احنا شعب بيحب المجاملات فوق مما تتخيل، وساعات المواقف بتضطرنا نقول كلام واحنا قصدنا كلام تاني. فالنهارده جاي اعرفك على القاموس اللغوي للمواطن المصري. لو رحت في مره تشتري حاجه والبائع قال لك من غير فلوس خالص او خلي يا باشا، اوعى تخلي. احنا متعودين نقول الجمله دي كمجامله، انما لو خليت فعلا هتزعل جامد. والمفاجاه اصلا انك لو حاولت تنزل جنيه مع البائع بعد كلمه خلي مش هيوافق. لو بتكلم حد في نقاش عادي ولقيته فجاه بيقول لك مع احترامي ليك، اعرف ان الاحترام خلص مع الجمله دي. اللي جاي بعد كده في الاغلب يا شتيمه يا ضرب. لا انا اديني دقيقه بالظبط وهبقى عندك، انا داخل عليك. اهي الجمله دي في حد ذاتها تستحق لقب اكبر اكذوبه في التاريخ. لو حد قال لك الجمله دي اعرف انه لسه بالبيجامه على السرير. اما بقى لو سالت حد على عنوان وقال لك هو قال لك فين، سيبه وامشي. اي كلام بيجي بعد جمله هو قال لك فين هيلففك ال7 قارات. وبعدين هو لو قال لي فين انا هسالك ليه. لو طلبت من حد حاجه وقال لك عيب عليك، لازم تخاف وتترعب. مبدئيا اي حد بيقول لك عيب عليك مش فاهم حاجه، ودايما بعدها خليك واثق انك هتلبس في حيط. مش عايزك تقلق خالص، دي فركه كعب. الحق جهز شنطه السفر، دي الترجمه الحرفيه. المكان اللي انت رايحه بعد الجمله دي غالبا على حدود سريلانكا. قول لنا بقى كام جمله منهم اتقالت لك، ولو تعرف جمل تانية ليها معنى مختلف اكتبها لنا في التعليقات.